السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم يا أجمل أخوات وأجمل متابعين وأجمل أصدقاء. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمة في حياتي. صباح الخيرات، صباح الرزق الوفير، صباح الرضا من الرحمن، صباح كل حاجة حلوة. إن شاء الله يومكم طيب كده ويومكم مبارك في تحقيق للأهداف وفي تحقيق لكل الإنجازات إن شاء الله يا رب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صباح الخير على كل اللي بيشوفوني وعلى كل اللي بيسمعوني. لو أول مرة بتشاهدوني، أنا أختكم أم كريم، ودي قناتي على اليوتيوب. لو بتتابعيني على اليوتيوب طبعا يسعدني اشتراكك في قناتي. هتضغطي على كلمة اشتراك اللي مكتوبة جنب اسم القناة وتفعلي كمان الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من يوميات. ولو انت بتتابعيني على الفيسبوك، عندك فوق اهو جنب اسم الصفحة كلمة متابعة مكتوبة في مربع ازرق كده، هتضغطي عليها ومن هنا تكوني متابعة ليا. ومش بس كده، لا ده انت هتكوني صاحبتي واختي وحبيبتي. وعندنا طبعا في الصفحة بتاعتنا أصدقاء كتير قوي وإخوات كتيرة من كافة بلاد العالم. كلنا إخوات وكلنا أصدقاء. ربنا كده يا رب يجمعنا على الخير، اللهم آمين يا رب العالمين. الروتين النهاردة يا جماعة كله طاقة إيجابية وكله حماس. دخلت المطبخ وأنا كسلانة، وبجد حاجة ورا حاجة ورا حاجة خلتني أتشجع جدا. ما طلعتش من المطبخ غير وهو بيلمع حرفيا. ريحة النظافة كانت جايبة لآخر البيت. استمري معايا لنهاية الفيديو. عايزة اقولك كل دقيقة وكل مقطع في الفيديو مفيد جدا جدا جدا. وانا طبعا بحرص على ان انا انزل لكم حاجة تستفيدوا منها، مش ان هي بس تشاهدوا كده وخلاص، لا. فلو انت بتشاهديني بقى دلوقتي وراكي اي حاجة تقومي تعمليها يا روح قلبي كده. لو وراكي اي مصلحة في بيتك تقومي تعمليها معايا، مش تشاهدي كده وخلاص، لا. انا عايزة تنفيذ. وكل بقى اللي هتقوم وتنفذ معايا الفيديو كده تكتب لي في التعليقات ان هي قامت ودخلت المطبخ وعملت زي ما انا بعمل كده بالظبط. مهما كان شكل مطبخك ومهما كان ظروفك، طبعا بصوا هي في الاخر النظافة واحدة. يعني ممكن تكون كده اوضة وصالة بس نظيفة، فيتهيألك ان هي قصر من كتر ما هي نظيفة. فالنظافة عنوان لأي حاجة، وربنا كده يا رب وإياكم ويجعلنا كده من الناس الحلوة، الناس اللي بتحب النظافة، لأن النظافة فعلا من الإيمان. يلا يا بنات بقى كده شجعوني، لايكات كتير قوي للفيديو وتعليقات كمان. انا عايزه بقى كل اختي ليا بتشاهدني دلوقتي بدل ما تكتب لي تعليق واحد اكتبي لي كذا تعليق عشان الفيديو يترفع. وادعي لك دعوه حلوه كده من قلبي، ربنا يفرح قلبك ويجبر بخاطرك. التعليقات واللايكات يا بنات هي اللي بترفع الفيديو وهي اللي بتزود القناه، وهي كمان اللي بتقدرني من ناحيتكم. فانا منتظره بقى تقديراتكم الحلوه ليا، وتقولوا لي بقى كلكم تسلم ايدك باللايك والتعليق. وهنا بقى بدأ اليوم بتاعي 6:30 صباحا. دخلت كده على المطبخ وعملت كوباية شاي بالحليب كده، وهقعد شوية بقى اقرأ التعليقات الحلوة اللي انتوا بتكتبوها لي تحت كل فيديو، واحاول ارد عليكم كده. صدقوني لو ما عرفتش ارد عليكم فانا برد عليكم من قلبي، وبرد عليكم كده بيني وبين ربنا عز وجل. بدعي لكم دعوة حلوة، ربنا يفرحكم وربنا كده يجعل يومكم كله سعيد كده كلها يا رب مليانة بالطاعة والرحمة والرضا بالحياة مهما كانت ومهما كنا بنمر من ظروف. ربنا يرزقنا كده الرضا، لان الرضا فعلا هو الكمال. نرضى كده بالنصيب ونرضى بقضاء والقدر ونرضى بأي حاجة ربنا جعلها كده لينا، سواء كانت تفرحنا او مش على مزاجنا. بس هي في الاخر تذكري كده ان الوقت اللي انت بتمر بيه بالظروف اللي انت عايشاها هو ده اختيار ربنا ليكي عز وجل. فربنا كده يا رب يرزقنا الرضا. يا رب كل اللي قلقان من حاجة عدها له على خير يا رب، واللي نفسه في حاجة يا رب حققها له، واللي قلبه وجعه خفف عنه واجبر بخاطره، واللي محتار وفقه للي فيه الخير والراحة لقلبه والروح كمان.
واللي فاضت بيه جميع الحيل زي حالاتي كده وعنده مشاكل كتير قوي وفقد الامل كده ان ليها حل. فاكيد مفيش مستحيل بيد الله عز وجل. ربنا بيقول الامر كن فيكون، وانا عندي ثقة كده في الله عز وجل. ان شاء الله ربنا يبهرني كده ويفاجئني بتحقيق حلمي، وكل حاجة بتعدي، والوحش بيعدي والحلو بيعدي والفرح بيعدي والحزن بيعدي. الحياة ما بتقفش على حاجة عن تجربة، كل حاجة بتعدي. وتعالوا بقى نرجع للروتين القمر الحلو بتاع ام كريم. بصوا بقى المطبقية دي بصراحة بقالي كده اكتر من اسبوع ما غسلتهاش. كل اللي عندها المطبقية دي حرفيا عارفة كلامي ده، عارفة ان هي تنظيفها صعب جدا. فانا علشان اغسلها بجيب الفرشة كده والبريل وافضل ادعك 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 فيها لحد لما انضفها. كل الفتحات اللي فيها دي بيكون فيها سواد، ما تعرفيش بقى السواد ده بيجي منين، مش عارفة. تراكم الرغاوي، مش عارفة. بالرغم ان احنا بنشطف الاطباق كويس قوي بعد كل غسيل، لكن بصراحة مش عارفة. المهم ان انا خليتها كده قشطة، يعني بقت زي الفل. بعد ما خلصتها كده كان عندي بقى ايه مواعين، قلت اما اغسلها كده واروق الرخامة بتاعتي واروق مطبخي، عشان النهاردة انا بنضف المطبخ تنظيفات عميقة. يعني ده الجزء الاول ليا. الجزء التاني بقى يعني انا هنا نظفت التلاجة وحاجات كده خفافة. انما ان شاء الله الفيديو القادم باذن الله هيكون بقى يعني اضرب في المطبخ. وطبعا انا مش بتقل عليكم قوي، يعني كل اللي هتتابعني بقى وتمشي معايا الخطوات بتاعه التنظيفات انا مش هتقل عليكم. يعني احنا في كل فيديو نعمل حاجة خفيفة، مش شرط نقلب كله على بعضه وفي الاخر تتعبي. وكمان الحاجة اللي انت هتعمليها مش هتكوني عملتيها باللي هي ايه يعني برواقة كده، لا هتكوني زهقتي والموضوع تقل عليكي. انما لو انت جيتي كل يوم روقتي ضرفة واحدة او درج مثلا من الادراج، او مسكتي مثلا حامل التوابل نظفتيه وغسلتيه كده، يعني تكون كل حاجة خفيفة عليكي، وتكون في نفس الوقت كده ايه بعد فترة تلاقي نفسك خلصتي المطبخ كله وانت مش حاسة بأي حاجة. كنا عاملين بقى فشار يا ولاد، وايه والفشار بقى بيحب الاطباق البلاستيك الواسعة دي. لكل بقى طفل كده الطبق. يعني انا بفضل الاطباق الكبيرة دي علشان ما يوقعوش منه على الارض، لان بصراحة يوم ما بعمل فشار بلاقي الشقة بتاعتي كلها متبهدلة حرفيا من الفشار. بالرغم ان هم مش صغيرين، يعني تبارك الله، ربنا يخلي يا رب ويخلي لكم اولادكم ويرزق كل مشتاق للذريه الصالحه، اللهم امين. الا انهم بجد بيبهدلوا لي الدنيا خالص من الفشار ده. هزار بقى وتهريج والكلام اللي انتوا عارفينه ده، وفي الاخر احنا اللي بنتحط فيها. ف انا بقى بجيب لهم الحاجه في طبق واسع علشان ما يوقعوش. المهم ايه بقى، نذكر الله ونصلي ونستغفر ونسبح. ولو حاسه بخنقه كده اذكري الله كثيرا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، الخنقه ان شاء الله تروح، وربنا كده يفرج كروبنا جميعا ويفرجها علينا يا رب ويسعدنا دنيا واخره. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد ما خلصت المواعين بقى كلها يا بناتي حلوه يا قمر، اتجهت كده الى حامل المعالق. وبرده كل اللي عنده حامل المعالق عارف ان هو بيكون نتيجة تراكم يوم ورا يوم ورا يوم بيبقى مش نظيف من تحت. اول حاجة عملتها جبت بتاع كده طبق بقى او اي حاجة فيه مية وبريل وخل، وهنزل فيه بالمعالق بمية سخنة يا بنات. الخل كده عايزة اقول لكم بيخلي الستانلس يلمع، فهيعقم المعالق ويلمعها كمان. سبت المعالق بقى كده تتنقع شوية في مية سخنة، والبريل والخل بقى تتعقم كده وتلمع. ورحت على الحامل بقى جبته كده وقلت له تعالى، فكيته حتة حتة وبدأت بقى ادعكه كويس قوي، واحاول ان انا اوصل لكل حتة فيه اغسلها كويس نتيجة التراكم يا ولاد. وبقالي فترة بصراحة ما غسلتوش، يعني ما كانش نضيف بصراحة، بس انا يعني في الاخر وصلت بيه لدرجة حلوة، يعني نضفته جدا. يلا يا بنات بقى كده، حطيتوا اللايك ولا لسه؟ وكمان انزلوا في التعليقات بقى وقولوا لي ان انتوا استمرتوا معايا لنهاية الفيديو كده. روتينات التنظيفات الحلوة ان شاء الله تتابعوها، ودايما كده مع ام كريم مظبطين ومزقططين
ومنضفين ومروقين روتيناتنا الحلوة الجميلة في التحفيز والتشجيع، مكملين ان شاء الله يا رب. شكرا يا ستي على اللايك، وربنا يكبر بخاطرك يا رب، وتسلم ايدك على اللايك الجميل، اجمل بصمة منك ليه. المهم بقى ايه بقى، ما تنسوش بقى اول ما تصحوا من النوم كده تقولوا الدعاء الحلو ده: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الدعاء ده فعلا بيشجعك جدا. وما تنسوش تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33 إن شاء الله، كده يكون في ميزان حسناتكم ويديكوا كده تحفيز وطاقة إن شاء الله لشغل البيت كله. نسأل ربنا كده العفو والعافية، ربنا يرزقنا العافية كده والصحة. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: سلوا الله العافية فإنها خير ما يأتي بعد القدر هي العافية. فربنا يرزقنا كده العافية يا رب وإياكم. نتذكر كده إنه في الآخر عنوان النشاط يأتي من الاستيقاظ باكرا. الاستيقاظ باكرا هو عنوان النشاط. يعني أي حد تلاقيه بيصحى بدري تلاقيه نشيط وعنده حيوية كده وعنده همة. انما اي حد بيصحى متأخر بتلاقي عنده مشاكل الدنيا والاخرة، وكل حياته متأخرة وكل حاجة عنده متأخرة. حتى الطلاب يا جماعة، يعني انا دايما بشجع ابني كده على الصحيان بدري والمذاكرة بدري. الوقت اللي هو بتاع الصبحية ده بيكون الذهن نشيط جدا، وبيكون جسم الانسان نشيط، وبتكون الدورة الدموية نشيطة. فبجد هو اجمل وقت لشغل البيت هو الوقت اللي هو الصبح بدري. تيجي كده في اذان الظهر تلاقيكي مخلصه كل حاجه. عايزه اقول لكم بقى اللي مش بتصحى بدري بيفوتها كتير قوي. يعني الصباح ده يا جماعه هديه ربنا لينا. عارفين يعني ايه هديه ربنا لينا؟ يعني بدء حياه جديده ونفس مستمر كده لفرصه افضل ان شاء الله نحققها كده في يومنا وفي حياتنا القادمه ان شاء الله. لما دخلت المطبخ بقى وبدات تنظيف كده، يعني انا بفكر يا ولاد اول ما هدخل هعمل ايه، هسوي ايه، وارتب اولوياتي كده. طيب اول حاجة طبعا عملتها لميت كل المواعين اللي على الرخامة غسلتها وفضيت الحوض بتاعي تماما. بعد كده غسلنا المطبقية وغسلنا كمان حافظة المعالق او علاقة المعالق. بعد كده بقى مسكنا التعليقة بتاعة المجات اللي هي بتكون موجودة فوق الحنفية وفضيتها كلها وغسلتها بحتة سلكة صغنطوطة كده، نضفتها قوي. وغسلت بقى حوالين السيراميك اللي حوالين الحوض كله والرخامه اللي حوالين الحوض برضه جزء كده. هتلاقي نفسك خلاص خلصتي كل حاجه، يعني ما بتاخدش وقت خالص. وبعد كده بتكوني مبسوطه قوي لما بتشوفي حواليك المطبخ نظيف كده وزي الفل، فعلا بيديكي كده راحه نفسيه. المهم بقى جبت فوطه وبدات امسح بقى الميه كده اللي على السيراميك، والحامل الستانلس ده برضو مسحته من الميه كده. وهبدا اعلق بقى التعليقات بتاعتي. طبعا التعليقات دي يا ولاد انا غسلتها في ميه سخنه وحته سلكه كده وغسلتها كويس قوي. خلصنا الحوض والحمد لله. بقيت المجات اللي انا بغسلها دي اللي كانت متعلقه على في العلاقه، فبرضو قلت هغسلها قبل، هي كانت نظيفه بس قلت هغسلها برضو قبل ما اعلقها بقى، يعني تكون بقى بتلمع كده وحلوه. الكوبايات لما بتسيبيها فترة يوم يومين كده في المطبخ، سبحان الله جو المطبخ يا ولاد كده تلاقوه زي ما يكون فيه دهون ما تعرفيش، بتلاقي الحاجة كده مدهننة ومن جو المطبخ. جيت برضو على حامل البريل ده برضو غسلته، بحيث ان انا عايزة بقى ايه، يعني اي حاجة حوالين الحوض بتاعك بقى نضفيها واغسليها. اي حاجة حوالين الحوض، علقة المعالق، المطبقية، السيراميك اللي فوق الحوض، لو عندك العلاقة دي برضو فضيها واغسليها. نضفي بقى كده وتشجعي من الفيديو، ومش تتفرجي كده وخلاص، لا تروحي تشوفي مصالحك وتشوفي مصالح بيتك، وبعد كده تقعدي بقى وتمسكي تليفونك بقى. خلاص انا بحب بصراحة اعمل شغل بيتي الصبح، انما من بعد العصر لا، ما خلاص بقى بعد العصر خلاص ما فيش شغل بقى، ده راحة. بتكوني بقى اتغديتي وغديتي الولاد وغسلتي مواعين الغدا وخلاص، والشقة نظيفة من الصبح بقى مروقاها ومنضفاها وخلاص بقى، يعني ده وقت الراحة من بعد العصر بقى. عايزة تقضيها بقى مشاوير خاصة، عايزة تعملي حاجة لنفسك، تهتمي بنفسك، تكلمي حد في التليفون، كل حاجة بقى في الوقت ده. انما الفترة الصباحية دي بتكون لشغل البيت والمصالح بيتك واي حاجة بقى،
كوي هدوم، تصبين هدوم، ترتيب دولاب، تنظيف الاوض، الشغل اليومي يا بنات اللي في كل بيوتنا. يعني ربنا يحفظكم كده جميعا في بيوتكم يا رب، ودايما البيوت عامرة بحسكم. البنات الحلوة اللي موجودة معايا سنة اولى زواج، تصحي الصبح من بدري كده وتخلصي كل شغل بيتك وتبداي تجهيز الغدا من قبل الظهر، يجي الساعه 2 كده تكوني مخلصه غداكي ومنظفه شقتك ومروقه شقتك، بحيث ان انت جوزك لو رجع من الشغل يلاقي الشقه نظيفه ويلاقي الغدا جاهز، ويلاقيكي انت كده برضو يعني نفسيا كويسه، ومش بقى لسه صاحيه من النوم الظهر وعماله تجري حوالين نفسك في الشقه. لا، ما ينفعش. وخلاص بقى رجعت كده المطبقية مكانها، وجبت حافظة المعالق كمان. المعالق كانت خلاص اتنقعت شوية حلوين كده في المية السخنة والخل والبريل، شطفتهم كده بمية وخلاص كده شطبنا الدنيا حوالين الحوض. خلاص تعالوا بقى على رخامة المطبخ كده ناخد جزء منها تنظيف. ابدأي بقى كده شيلي كل حاجة على الرخامة، اي حاجة موجودة على الرخامة شيليها. عايزين الرخامة فاضية خالص، تمام. نغسلها بقى وننضفها ونلمعها كده ونرجع كل حاجة تاني مكانها. لو في حاجة ملهاش لازمة تشيليها، ولو في حاجة عايزة غسيل تغسليها. بالنسبة للفرن بتاعي جبت الاسبونشة كده وليفته كله، زي ما قلت لكم جو المطبخ كده تحس ان هو فيه دهون كده، فهو بيأثر على كل حاجة موجودة على الرخامة. عندك طقم توابل هاتيه يلا فضيه كده في طبق. اول حاجه هتجيبي كتاب بقى من كتب الولاد بتاعه المدرسه اللي خلاص بقى يعني هم خدوا الاجازه، واعملي قراطيس بقى كده. انا يعني انا بعمل كده عن نفسي، بعمل كده وعبي بقى التوابل الباقيه كلها في الورق ده. وبعد كده بقى امسكي اطقم التوابل كلها اغسليها في ميه سخنه وبريل ونشفيها في الشمس، وبعد كده رجعي التوابل تاني فيها، هتلاقيها نورت كده وبقى شكلها حلو قوي، شكلها نظيف. الفرن بتاعي كده بعد ما غسلته جبت فوطه مسحت بقى الرغاوي كلها من عليه، وهنيجي بقى في المنطقه اللي وراه وتحته زي ما انتوا شايفين كان التراب كامل. يعني جبت العلبه بتاعتي، العلبه دي انا حاطه فيها ميه سخنه وبريل والاسبونشة. هجيب الرخامه بقى كلها غسيل، والسيراميك اللي فوق الرخامه، واي مكان بقى يعني حاولي ان انت توصلي له. اهو انا كنت عماله امد نفسي عشان اوصل للمكان اللي هو انا قصيره يا ولاد اصلا، يعني كنت عماله امد نفسي كده عشان اجيب المكان اللي هو جوه ده. وكمان سقف المطبخ من فوق برضو نضفيه كده ومسحيه. هنبدأ بقى الفيديو الجاي في تنظيفات اظرف المطبخ، حاجة حاجة كده علشان ننظف بقى المطبخ تنظيفات عميقة لدخلة الصيف بقى. ومنطقة الحوض دي برضو ننضفها كده ونرش لها مبيد حشري عشان الصراصير والكلام ده كله. هرجع الفرن بقى مكانه طبعا بعد ما نضفت تحتيه وحواليه، والمكان بقى قشطة زي الفل، 100 فل و14. حطيتوا اللايك ولا لسه يا ولاد؟ يلا حطوا اللايك لأم كريم، شجعوني كده بلايكاتكم الحلوة. خلاص كده ما شاء الله، الله اكبر. نرجع بقى الكاتل وبقى يعني اي حاجة كانت موجودة على الرخامة بقى رجعيها تاني مكانها. والراديو بقى صديق الصدوق. وبس كده. تعالوا بقى على البوتاجاز بنفس الاسبونشة اللي كنت بتغسلي بيها الرخامة، على البوتاجاز جري، اجري كده على البوتاجاز، خليكي كده كالفراشة الطائرة في مطبخك، مش بقى زي السلحفة اللي تعمل حاجة وتروح تركن وتعمل حاجة وتروح تركن. اعملي كله مرة واحدة، يعني بعد كده بقى تروحي ترتاحي بقى، ترتاحي بقى. انما تعملي حاجة وتروحي تقعدي وتعملي حاجة وتروحي تقعدي وبعد كده تكسلي، لا. تعالي على بتاع البوتاجاز بسرعة بسرعة كده بالاسبونشة واغسلي وامسحي على طول. شايفين بقى السرعة اللي انا فيها؟ ما شاء الله. خلاص خلصنا البوتاجاز، بقيلي بس جزء من الرخامة
شلت القلاية كده ومسحتها بالفوطة بقى اللي هي في ايدي دي. الفوطة دي مايكرو فايبر وحلوة قوي 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 بجد. انا كنت شارياها السنة اللي فاتت وكنت ركناها ما كنتش بستعملها. خامتها حلوة قوي يا بنات، خامتها مميزة كده يعني زي الدفاية كده. اي حاجة بقى مسحتها وبعد كده بالاسبونج هغسل الرخامة كلها وارجع ارجع كل حاجة تاني مكانها. بس طبعا بقى في فرق ما بين قبل وبعد. بالنسبة للرخامة لو مسحتيها بفوطة المطبخ مش هتلاقيها بتلمع، هتلاقيها مجيرة. انما لو غسلتيها بالاسبونشة والبريل، ويا سلام بقى لو حطيتي حبة خل، هتلاقيها بتلمع. خلصنا الرخام وخلصنا المطبخ، والبوتاجاز بقى نضيف والمواعين اتغسلت. تعالوا بقى على التلاجة، اوعي تكسلي، تعالي على التلاجة يلا بسرعة. احنا هنخلص الجزء ده كله النهاردة، وانتي كمان هتخلصي معايا علشان ان شاء الله الروتين الجاي كده نخلص برضو مع بعض حاجة تانية ان شاء الله هفاجئكم بيها بقى بإذن الله. بنفس العلبة اللي كانت موجودة في ايديا فيها المية والبريل، بس المية مية سخنة يا بنات. كنت مشغلة السخان كده واخدت منه مية سخن ومسكت بقى التلاجة. طبعا فضيت الأضرف وفضيت الأرفف بتاعتها والادراج، يعني انا مفضيه التلاجة زي ما انتوا شايفين. طلعت بقى من التلاجة بلاوي بلاوي بلاوي، يعني بصوا كلمة بلاوي دي قليلة. حاجات كانت بايظة وحاجات كانت منسية، كنت ناسية اساسا ان انا عندي الحاجة دي في التلاجة. يعني هتكتشفي حاجات في التلاجة انت ما تعرفيش عنها حاجة اصلا، وهتكتشفي اكياس فيها حاجات بايظة، وهتكتشفي قطع جبنة ناشفة في اطباق ومنسية. طلعي كل البلاوي دي، اللي له لازمة شيليه واللي ملوش لازمة على باسكت الزبالة ارمي. نضفي بقى وتسوقي تسويقات نظيفة واملي التلاجة بتاعتك. بعد ما غسلت التلاجة كلها جسم التلاجة من جوه، جبت فوطة كده وفرشتها على الارض وبدأت اغسل الارفف وارفف الباب وارفف التلاجة. طبعا وانا بشتغل يا ولاد بقى بقول ايه؟ قولوا يلا، بقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي يلا قلوبكم تطيب. وكمان بقى عمالة بقول استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفرك ربي واتوب اليك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. استغفروا الله كثيرا وصلوا على النبي قلوبكم تطيب. حبايبي اللي موجودين معايا لحد دلوقتي هم اللي بيحبوني، حطوا اللايك يا ولاد وشجعوني يلا في التعليقات. اوعي تكسلي من التعليقات، انزلي واكتبي لي ولو حتى كده ايموشن حلو كده منك ليا، حطي لي قلب، بحب القلوب بتاعتكم قوي. وغسلت الارفف كده ما شاء الله. الارفف الازاز دي مشكله يعني، وانا بغسلها كده بكون خايفه جدا لا يتكسر معايا. الدرج كمان كده غسلته. انا كنت عادة باخد الادراج في البانيو عشان هي كبيرة شوية وكنت بغسلها في البانيو، بس الصراحة انا كسلت بقى فقلت لا انا هغسل في الحوض كده وعلى قد ما اقدر. اشطفه بقى بالمية كده واحطه بقى يتصفى في المطبخية، واروح اجيب صاحبه بقى او اخوه واغسله نفس الغسلة. خلاص خلصت كده، بدأت اركب بقى الادراج في مكانها. رحت كده جبت الفوطين الحلوين دول وفرشتهم في الادراج. وبقى بقيت بقى التسويق بتاعي، يعني احنا اخر الاسبوع يا ولاد السوق عندنا بقى بيكون جمعة وسبت، فان شاء الله نتسوق بقى كده ونجيب الخضار بقى الجديد والكلام ده كله. دي كانت بواقي موجودة عندي في الاكياس فضيتها كده في الادراج. الفوط اللي هي في الادراج دي بتمتص رطوبة وعرق الخضروات، بتمنعها ان هي تخسر. ورجعت بقى الارفف مكانها كده، وعايزة بقى تفرشيها ارفف تلاجة، مفارش تلاجة فرشيها.
ورصيت حاجتي بقى كلها داخل التلاجة، وبدأت امسح جسم التلاجة من بره. الفريزر ما فتحتوش خالص، قلت الفريزر ده عايز له يوم لوحده. بنطلع الحاجة من الفريزر وننضفه ونغسله ونرجع نرصها من تاني، وبرضو لو في حاجة ملهاش لازمة بنطلعها ونرميها. خلصت التلاجة وجيت على الترابيزة كده برضو مسحتها، وهشيل بقى السجادة من الأرضية كده. السجاد بتاعي نضيف يا ولاد، أنا كنت غسلاه معاكم قريب، فهو سجاد المطبخ عندي نضيف. لو سجاد المطبخ بتاعك مش نضيف اغسليه. وهشيل بقى التلاجة من مكانها. بتلاقي بقى اقلام، بتلاقي قصافات، بتلاقي كل حاجه تحت التلاجة. هو عموما اي حاجه بتقع كده على الارض بتلاقيها بقى تفر كده وتيجي عند التلاجة وتستقر. هي مركز استقرار اي حاجه انت بتدوري عليها بعد كده. المهم بقى يعني هاتي المقشه والجاروف وكنسي الاول تحت التلاجة، وبعد كده بالشرشوبة او بالمساحة او باي حاجة بقى، وامسحي تحت التلاجة كده. انا همسح بالموب ده. كانت اختي لينا كده كتبت لي في التعليقات: يا ميادة، هو انت جايبة الموب ده من الاونلاين؟ لا، انا مش بشتري حاجة اونلاين يا جماعة. انا يعني المحلات الادوات المنزلية حوالينا في كل مكان. الموب ده معروف جدا في محلات الادوات المنزلية. انا كنت جايباه ب55 جنيه، بس هو سعره رفع دلوقتي لان انا سأل عليه من يومين كان ب75. طبعا من يومين، يعني انا مش عارفة بقى النهاردة يبقى بكام. طبعا انتوا عارفين بقى ان كل يوم الحاجة سعرها بيختلف. ربنا يسترها علينا يا رب. المهم هو حلو، ايوه هو حلو، بس هو ضعيف قوي يعني. بصي بيتكسر بسرعة. الخامة بتاعته بصراحة مش حلوة. هو فيه الاقوى منه، انما النوعية دي بصراحة ما انصحكش بيها. ضعيفة جدا وبتتكسر بسرعة. يعني انا بس بستخدمها عشان التصوير بس، انما ان شاء الله ربنا يكرم كده واجيب الافضل، طبعا اجيب الاحسن منه. رجعت التلاجة مكانها وما كانش باقي لي غير ارضية المطبخ. بصوا بقى الخلطة الحلوة دي يا ولاد، بصراحة عطرت لي المطبخ خالص. دي مية سخنة وحبة دوني. انا بشتري الدوني الفرد، الكيلو ب7، وبستعمله لمسح الارضيات. جبت بقى دوني وبريل ومية سخنة، وبقيت ارش من المية دي على الارضية كده وبالموب وامسح. ميزة الموب ده ان هو بيدخل تحت الترابيزات، بيدخل تحت ال في اي مكان انت مش عارفة توصليله. وبكده بقى نكون خلصنا تنظيفات المطبخ. ما شاء الله، التلاجة، الارضية، الرخام، الحوض،